السلام الخوت، نهاركم مبروك. اليوم غادي نعاود لكم التجربه ديال خونا ياسين اللي عايش في المانيا هنايا، وتزوج وحده في الزنقه باش يجيب معاه بنت باش يدير الاوراق. المهم هادشي حنا كنديروه ياك، حيت شحال من واحد طلب باش نتا يا خويا الا عايش بلا اوراق تقد تستافد من هاد التجربه، ولا بغيتي تجي لاوروبا تقد تلقى شي طريق باش تبدا بها، ولا تقد عاوتاني تكون حاجه اللي خايبه وتقد تجتنبها. المهم هادشي كنديرو كامل باش نتعاونوا. يلا بدينا خوتي. قبل ما نكملوا، الخوت اللي عنده شي قصه بحال هادشي يصيفطها ليا ياك، ولا يخليها لي في كومونتير وانا غادي نتواصل معاه، ولا يكتب عليها في الانستغرام ياك، بحال كاع هاد الدراري دابا اللي كيكتبوا، باش كلشي نبارطاجيوها ونكملوها وبنادم تعم الفائده على كلشي. يلا تحياتي لكم. انا هاد ياسين غادي نديرو انني انا اللي كنهضر باش تولي لي انا ساهله القضيه. يلا السلام عليكم. السلام عليكم الاخوان، انا سميتني ياسين ياك، ولد كازابلانكا. العمر دابا حاليا 38 سنه ياك. الحلم ديالي كان انني نجي لاوروبا بحال اي واحد ياك، بغيت نبني مستقبلي ونعاون دارنا ونعاون والديا وندير مستقبلي وليداتي اللي قال. المهم جيت على طريق تركيا، ضربنا تماره هادشي في 2015 على طريق تركيا مع ديك السواره. كان اللي صعيبه فيها كنا حنا ضربنا من تركيا اليونان، من بعد كملنا على رجلينا. اللي عنده الفلوس راه ديك الساعه كان الطريق مطلوقه والسواره، ودخلنا مع السواره ودرنا اللجوء. وصلنا الحمد لله بعد تعابين، انا كنختصر لكم باش نسربي. وصلنا بعد تعابين شديد اللي قالوا يا، قدمنا اللجوء، عطاونا الماكله، تهلاو فينا. الميركا ديك الساعه عاونتنا بصح وتقدينا. فيك تاونا لواحد المدينه الغايم ياك، المغايم هي مكان اللجوء. المهم السكنه بحال الخيريه. جلسنا تما كانوا كيعطونا 300 اورو 380 اورو في الشهر. ما نكذبش عليكم انا كنت كنبلي. جيت هنا وزدت في البليه، بقيت. المهم لا اللي عارف عارف، خلوضنا كنشربون كمو، درناهم 17. من بعد ملي كيقدوكش الفلوس كتلتجع يا غير تبيع. المهم راك فاهميني، ولا السرقه. المحلات تدخل تهز هنا، تهز برديلات، تهز تيشورت، تبيعو ب50% ناقص نص ثمن. المهم الدراري اللي فاهمين راه غادي يعرفوني شنو، ولا اللي كاين هنا في اوروبا وكيشريو دوك الحوايج اللي مضروبين راه يعرفوا شنو كنقصد. باش كتربح واحد 100 اورو في النهار، ولكن فيها الريسك وفيها الحبس. احنا تشدينا وتوسخ ليا الدوسي وخوت وبصح معاكم. الحاجه اللي تجتنبوها اللي يبغي يجي لاوروبا ويدير مستقبله، ما توسخش حسن السيره ديالك، حيت الا توسخات لك صعيبه تقاد الاوراق ديالك. المهم نكمل لكم. كنفكر حتى انايا ضربت مده، راني حد 8 سنين وانايا الحاجه اللي كيجيبها النهار كتديه الليل. ما كنصيفط لا دارنا، ما كنعاونهم غير طاسه ولا لا ومالي. وزدنا بليات اخرين وما عرفت كيفاش ندير. حتى انني واحد النهار فكرت مع راسي، قلت انا غير كنضيع ياك، واكل شارب لابس زاهي محبوس كلشي كنديرو، ولكن ما عنديش شي حاجه اللي انني غادي نضمنها انني ندير لي مستقبل. وبغيت اي واحد يا بنت يا دري يدير بلاصتي عادي يحكم عليا، ماشي تحكم عليا من هضرتي. المهم الخوت انا تبدا القصه ديالي. فكرت ياك، حيت انايا عارف الزنقه وكل مره كندوز في الباركات البلايص اللي كيجلسوا فيها. فكرت ومع البيع والشراء. المهم اللي فاهمني، ما كنبغيش نتعمق لكم في الهضره. كنلقى هذوك الناس اللي مدمنين على الخمر ياك، ولا الكمايه، ولا هذوك الدنيا راك تما نتوما، ولا هذيك اللعبه اللي كيدقوا. المهم انا كنت مخالط في ذاك المجال. مشيت وبقيت كنجلس معاهم ياك، كيكونوا هما بنات ودراري. بقيت كنجلس معاهم، تعرفت عليهم وتعرفت على البنات اللي كيجلسوا معاهم.
وخصوصا واحد البنت اللي كنت ديما انايا قاني عليها وكنعطيها وكنشري من عندي وكنخلص ليها ياك باش هي تروم ليا اللي كنقولوا. وبصح اي واحد غادي يعرف هادشي اللي كنقول انا دابا. الا دخلتي عند دوك الناس هذوك المدمنين ولا اللي كيجلسوا في الشارع كيبغيو المهم الدقه ولا الشراب ولا داك العجب، راه اي حاجه قلتيها لهم راه كيديروها. تعرفت عليها وليت نجيب الشراب، نجيب ليها داكشي اللي كضرب هي بلا ما داعي لذكر الاسماء راه كدق ياك، ونجيبها ونعطيها. وليت كنديها عندي الهايم البلاصه اللي عطاوني ديال اللوجو، مسكنها معايا كنشري ليها الحوايج كنجلسو بحال الا مزوجين. حتى حملت واحد النهار، انا بيني وبينكم كان الهدف ديالي هو هذاك، انها تحمل باش انا نشد الوراق ديالي. صافي يا الخوت حملت، بقيت معها وصلت ل7 شهور ياك، ومع ذلك هي كنت انا كنتقاتل انا باش ما ديرش الادمان ديالها، باش ما تقتلش الولد. وربي كبير ان الولد ما طرا ليه والو. من بعد 7 شهور دفعت انا وراقيه الصحاح ودفعت باسبوري ودفعت وراقيه على حسب انه ولدي ياك، باش انني خرجوا لي الاوراق. بعد 9 شهور اخوتي مقلولات الحمد لله تولدت لي البنت بلا ما نقول سميتها. المهم تولدت لي بنتي، راه دابا الحمد لله عندها 3 سنين. واللي عارفين هي مدمنه ما عندهاش الحق انها تشد بنتها ياك، انا عطاوها لي انا، حيت هي كل مره كتهرب وتخرج وتمشي تبات في الزنقه وداك الشيء. المهم اللي عارف البنت بقات معايا واحد الان، انا وياها اللي كاين وانا اللي واصي عليها. الفيلم اللي بغيت نعاود ليكم الحاجه الخايبه اللي طحت فيها، انني كنت كيسحبني داكشي كامل ساهل. الحمد لله الاوراق خرجوا يا خدام، كنديها انايا الراوت كنعتني بيها وكل شيء. وصعيبه التربيه باقي ما نزلت معاها المغرب، ما عنديش وقت، ما الخدمه حتى هي ماشي ما كنخدمش بحال ما كنخدمش، حيت كلشي الوقت عليها هي، وداكشي اللي كنجيبو كنصرفو عليها ياك. والكرا وداك التخربيق والدوله كتعاونني، كنحس بحياتي ما بقى فيها والو، فهمت. وبغيت نعرف واش انا هادشي اللي درت صحيح ولا غلط. البنت ديالي انا بنتي الحمد لله مسلمه، وكنعلمها داكشي اللي نقد باقي صغيره، وبغيت نزيد بها لقدام. امها انا كنعرف امها فين كاينه، هي ما كتشوفش امها حيت حتى الدوله حرمت ليها تشوف امها. وكما قلت لكم بغيت النصائح ديالكم وقولوا لي واش هادشي اللي درت مزيان ولا لا، و... وخليو ليا باش نعرف. المهم تحياتي لاي واحد. العنوان اللي غادي نديرو ديال هاد القصه ديال كيفاش درت الاوراق مع وحده بنت الزنقه ولا في الزنقه. والخوت اللي عنده شي حاجه اللي غادي يبارطاجيها معنا قصه كما كنعاودها لكم يخليها ليا في الكومونتيرات، ولكن انا راه غادي نعاودها بصوتي ونتمنى تعجبكم. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.